بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايز أتكلم معاكم في مشكلة ابتدت تتضخم وتكبر. بالنسبة لموضوع الأنابيب، مفيش سيطرة عليها، ولا في رقابة، ولا في توفير للغاز وغيره. للأسف الشديد المسؤولين في غيبوبة. المسؤولين مش فارق معهم المواطن، وشايفين الغلا اللي فيه المواطن، والمواطن جرب يعني يدفن بالحياة من الوضع الحالي اللي هو فيه. هنبحنا والزمن عليه. يعني انت دلوقتي مش موفر له الامكانيات اللي هو يعيش بيها. لما مواطن يعاني من انبوبة غاز، ده مصيبة، كارثة. وانت قاعد في المكتب بتاعك، السادة النواب اللي ما وراهمش غير الواحد مش عايز يغلط ولا عايز يزعل حد منه، لانهم بيزعلوا مني لما بتكلم. انتوا فين من ازمة الانابيب اللي حاصلة في ديروت او حاصلة في اسيوط عامة؟ انا ما شايفش حد ما يشكي في المراكز كلها من موضوع الانابيب غير عندنا في ديروت. انتوا بتعملوا ايه؟ او لازمتكم ايه؟ وايه اللي قدمتوه من 5 سنين او 4 سنين عدوا وانتوا في المنصب؟ مش هنحكي على الفترة الأولى، لا، احنا بنتكلم على الفترة الحالية اللي انتوا فيها. ايه اللي قدمتوه للمواطن؟ ايه اللي انتوا قدمتوه للمواطن؟ او ايه اللي انتوا عاملينه للمواطن؟ المواطن النهارده بيصرخ من أنبوبة غاز، مش لاقيها، مش لاقي أنبوبة الغاز. يعني النهارده في واحد من كومنداشة بيكلمني، بيقول لي ان في انابيب بتتوزع سوق سود وصلت ل 130 جنيه. ليه؟ مع ان انا عندي في العوامر بتتباع زي ما هي ب 85 ولا ب 82. بقى سعرها معلش يعني. اشمعنى عند الناس التانية بتعلى؟ وليه يعني ليه؟ والناس اللي بتبيع سوق سود بره ليه بترفعها للمبلغ ده؟ او ليه بتبيعها بالمبلغ ده؟ وليه بتوع التموين يسمحوا ان هي تتباع بره؟ ما تتباعش ليه في المستودع؟ الساده بتوع التموين بتعملوا ايه؟ الساده النواب قاعدين بتعملوا ايه؟ حلوا ازمه الغاز. كفايه الاسعار اللي مبهدله الناس، كفايه ان مفيش رقابه في السوق، لا على سكر ولا على رز ولا على مكرونه ولا زيت ولا شاي ولا الحاجات الاساسيه، ولا اللحوم ولا الفراخ. مفيش رقابه على الاسعار. التجار اللي ينتجم منهم ربنا هم ورجال الاعمال يقولوا الدولار. طب الدولار نزل، ما نزلتش ليه السلع؟ هو شغل بس. انت مالك ومال الدولار؟ يعني التاجر اللي ينتجم منه ربنا، اللي بيعلي السلعه على المواطن، بتعليها على اي اساس وهي عندك في المخزن؟ يا اخي اتق الله. انا كنت صاحب شركه مواد غذائيه، وكان بيبقى عندي المخزون موجود. ليه بترفع السلعه وهي موجوده عندك؟ يا اخي اتق الله، ينتقم منك ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. دمرتوا المواطن. كل يوم بترفع في الاسعار. طب الدولار نزل يا متخلف، ما نزلتش ليه الاسعار؟ يا اللي ينتقم منك ربنا وتصرف الفلوس اللي بتاخدها مكسب دي على العلاج وعلى الدواء. حرام اللي بتعملوه في الناس، حرام. الناس تعبت، الناس تعبانه من الوضع الحالي اللي هي فيه. كفايه تحطوهم في مخرمه الخلاط ولا في المفرمه بتاعت الخلاط. حرام. الناس فايض بيها، الناس مش لاقيه تاكل. وفروا لها السلع واتقوا الله وخلوا فيه رقابه شويه. التجار ينتقم منكم ربنا. كل اللي بيرفع سلعه وبس ينتقم منك ربنا وتخش عليك بالخراب. ارحموا الناس شويه، الناس تعبانه. وبتوع الرقابه اللي نايمين في المكاتب، اللي بياخدوا رواتب من الدوله ونايمين،
وتقعد تكلم واحد يقول لك اصل ما فيش عربيات. اتصرف يا حبيبي، ايه ما فيش عربيات؟ اتمشى على رجليك. ديارات قطان وصاله، انت مش مسافر. اتمشى يا حبيبي على رجليك، مش لازم ان انت تروح تركب عربيه وتتفشخر يبقى معاك 5 6 موظفين. لا يا حبيبي، اتمشى على رجليك وانت هتعمل الضبطيه. الناس بتزعل مني، انا مش عاوز اهاجم حد، بس ساعة توصل ههاجم وهزعل وهخلي الكل يصرف. بلاش تستفزونا وبلاش قلة الأدب. اشتغلوا شوية بما يرضي الله، اشتغلوا بما يرضي الله.